نبدأ نشرتنا اليوم بتوضيح معنى كلمة بوش في اللهجة العراقية وأصلها واستخداماتها الشائعة بين الناس. تستخدم كلمة بوش في اللهجة العراقية غالباً للدلالة على الشيء الفارغ أو الأمر الذي لا فائدة. كلمة بوش أصلها تركي وتعني الشيء الفارغ، وانتشرت في اللهجة العراقية عبر الحياة اليومية الشعبية. وتستخدم كلمة بوش أيضاً لوصف العبوات الفارغة مثل القناني والعلب والظروف بعد انتهاء محتواها بالكامل. كما يستخدم العراقيون وصف سيارة مبوشة للدلالة على مركبة محركها متعب ويحرق الزيت بشكل واضح. وفي بعض المجالس الشعبية يطلق العراقيون كلمة بوش على استكان الشاي الفارغ بعد انتهاء الشرب. ومن الاستخدامات الشائعة أيضاً عبارة خوش بوش التي تعبر عن علاقة ودية يسودها التفاهم والألفة. وكلمة خوش في العبارة أصلها فارسي وتعني جيد أو حسن، وتستخدم كثيراً في اللهجات الخليجية. ويستخدم العراقيون تعبير خوش بوش للدلالة على علاقة طيبة يسودها الود والتفاهم دون مصالح. فعندما يسأل شخص عن علاقته بآخر قد يجيب ببساطة نحن خوش بوش، أي بيننا تفاهم. وفي بعض البيئات البدوية تستعمل كلمة بوش للدلالة على الماشية مثل الغنم والإبل في حديث الرعاة. ويستعمل البعض كلمة بوش أيضاً بمعنى فارغ أو بلا فائدة لوصف الكلام غير المهم. ومع مرور الزمن أصبحت كلمة بوش جزءاً من المفردات اليومية في الحديث الشعبي العراقي بين الناس. ويستعمل العراقيون كلمة بوش أيضاً للدلالة على الكلام الفارغ أو المبالغ فيه الذي لا فائدة منه. وتعبير خوش بوش يصف شخصاً طيباً وحسن الطباع يتعامل بود واحترام مع الجميع في المجتمع. ويظهر فهم كلمات مثل بوش في اللهجة العراقية أهمية التعلم لفهم المجتمع والتواصل بذكاء ودقة. ويختلف استخدام كلمة بوش حسب السياق، فقد تكون إيجابية تعني ودودة، أو سلبية تدل على الفراغ واللا فائدة. ويقول العراقيون أحياناً كلامه كله بوش عندما يتحدث بلا ترتيب أو معنى واضح للسامعين. ويعرف العراقيون أن كلمة بوش أصلها تركي وتعني الفراغ، وانتقلت للهجة العراقية خلال قرون عديدة. وفي النهاية استخدموا كلمة بوش في حياتكم اليومية وشاركوا معنا أمثلة عراقية حقيقية للتوضيح والشرح.